أهلا بكم. حلقة اليوم راح نتعرف على قصة أبو أمير وأم أمير، قصة ملت أسطرها كلمات الألم والحزن والحرمان والظلم، قصة أب شاب انقلبت حياته وحياة عائلته بين ليلة وضحاها من حياة مستقرة إلى حد ما إلى حياة رعب وخوف وألم. تهمتهم الوحيدة كانت هي إن هم كرد فيلي. كثير من عوائل الكرد الفيليين المهجرين قسريا في زمن نظام الطاغية صدام حسين بقوا في الجمهورية الإسلامية إلى يومنا هذا لسبب أو لآخر. لذلك سافرنا لطهران حتى نلتقي بهم ونلقي الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم الكبيرة. بهذه المدينة الجميلة قضينا أيام نوثق تاريخ مأساة الكرد الفيليين عن لسانهم، فهم شهود على عصر مظلم وضحايا طاغية مجرم. ليلة ظلمة زارهم الشيطان، البعث أقصد. عرف أبو أمير وعائلته مصيرهم، لكن طلبوا أن يتم تأجيل أمر أخذهم للأمن لحد الصبح. وفعلا في 6 الصبح تم اعتقال العائلة بأكملها. أنا وأهلي وأمي وأبويا وخواتي وأخواني كلهم اجونا علينا بالليل، قلنا لهم يابا احنا الصبح نقدر نجي، هسه ما نقدر، فانطونا مهله للصبح. الصبح من الصبح ب6 الصبح هجموا علينا، لفونا وخلونا بالسيارات مال الأمن، أخذونا المركز مال بتاوين مال قريب على من بيتنا. مثلا أنا كنت قاعد بشارع الكفاح. بالليل الجوي دقوا الباب علينا، قال الأمن الجوي دقوا الباب، أبو أمير اجى فتح الباب طب جوا جويانا، قال باكر احنا نجي عليكم، كان خوش آدمي جوي علينا. وثاني يوم الصبح الجوي قال له احنا نحتاجكم بالأمن العامة. كان أبو أمير معتقل بسجن آخر بعيد عن عائلته، ما يعرف مصيرهم شنو، ما يعرف أي شيء عنهم. أثناء التحقيق معاه طلب منا إزلام نظام صدام حسين أن يكون تابع لهم ينفذ لهم عمليات معينة. بعدين اخذون البتاوين تحققوا ويانا، حتى اللي كم مره صاحوني انت تعال اشتغل ويانا، ندزك لايران هناك تفجر اشياء المفجرات واهلك نرجعهم ونعطيكم بيدكم، وش تريد راتب شو تريد نعطيكم. فاني ما قبلت. قال شلون انت ما تقبل؟ انت خادم عسكريه مثلا، شلون ما تعرف تقتل لك اشياء؟ قلت لهم انتم علمتوني، انا هناك كنت فيتر اشتغل بالمفد معسكر والسيارات عمر، انا ما معلميني على مثلا اقتل ناس ابرياء. قال لي لا عاد روح لايران، امام خميني هو رقم 13 هو يستقبلك. قلت له شكو بي وين ما اروح نفس السماء ونفس القاع. هذا بعدين سفرونا يوم 13 نيسان شهر سنه 80. فاحنا رحنا اني واخويا وجهال اخويا كلنا قاعدين سوا، عمتي وعمي وجهال عمي كله، رحنا كلنا السياره مال شو يسموه حكومه. اجى اخذنا تحقق ويانا، اني اكتريه اخذوني 3 4 مرات اخذوني وجابوني
قلت لهم ليش تاخذون الجوين؟ قال تعي وقعي بهذا. قلت له شنو أنا أوقع؟ قال وقعي بهذا الورقة لأنه زوجك مخلص عسكرية لازم يروح يسوي انفجارات بإيران يتعامل ويانا. قلت له انتوا لا تشوفون مثلا ضخم وهاي مخلص العسكريه، هو ما يحل رجل الدجاجه ما يقدر مثلا يسده، هو فيتر هناك بالعسكريه مو مال هاي الاشياء. ونعطيك بيت، نعطيك ذهب الك ولعيالك والاخوك. اخويا كان 4 جهال عنده وزوجته. قلت له انتوا دا تاخذون اموالنا، دا تاخذون ذهبنا، دا تاخذون بيتنا، انا بعد شو اسوي بالذهب؟ ما اعطونا مالتنا ولا تسفرونا؟ قال لا، سوي امضي على هذا الشيء احنا نعطيكم هذا. قلت له انا ما اقبل. عمتي الله يرحمها كان يقول ليلى لا توقعين. قلت له انا شلون اوقع عمه؟ انا بالاخره هل قد ودوني جابوني بعدين قال لي انت ليش ما صايره بعتيه؟ قلت له انتم ما تعترفون بينا، انا شلون اصير بعتيه؟ احنا كرات. فمهم خلصت هذا، اخذوني جابوني. بعدين قلت لهم هذا الظلم ما يبقى للاخير. انا قلت هيك ذاك صار عصبي ان انا هسه كان مسدس براسي اكو، ضربني بالمسدس فد واحد من عدم، ولي فد واحد من عدم امن كان قاعد هناك، وذاك فد واحد كبير ضخم قاعد. قال هاي سجنوها، ذاك لا ما قبل. قال خطيه هاي عندها جاهل، هاي طفله كانت بحضني خليتها يم عمتي، كنت اروح اجي خليها. قلت له انا عندي بنيه طفله هناك قاعده يم. ذاك ما قبل. قال بابا خلوها من حرقت قلبها، تاخذوها من عيال من وزوجها، ودا تاخذوها من اهلها دا تسفروها. قلت اهلك وين؟ قلت له اهلي بشارع كفح قاعدين. بعدين خلاص بعدين طلعونا ردودهم اخذوني جابوني ودوني فد غرفه، قاعد فد واحد كبير قاعد هناك، وهناك الولد كانوا سجناء، اكو ولد سجناء بذيك الغرفه انا اشوفهم. هناك انا كنت اشوفهم ياخذوني يجيبوني هاي يتحققون من عندي، تعي امضي فقد امضي. قلت لهم انا ما امضي، شلون امضي؟ هناك مخب بالاخره اخواننا كلنا اخوان. صح انتم مثلا احنا عراقيين ذولاك كلنا احنا اخوه. ما قبلت. بعدين اردود خلوني بالامن 5 ايام كنا بالسجن انا وعيالي. هذول اخذوهم واحد، هو واخوه واحد بس، انا واخويا وعمي يعني عيالي كله كنا سوا، كنا بالسجن. وبعدين ورا 5 ايام طلعونا من السجن، سفرونا على سرب الزهوك، تقريبا 7 ساعات مشينا. ما كان أبو أمير مسوي حساب لهاليوم، كان يظن أنه ما راح يتم تهجيرهم، لذلك ما باعوا أي شيء من أملاكهم. طبعا تم مصادرة هاي الأملاك من قبل أزلام حزب البعث. اي طبعا شفنا جوارينا مثلا ليغاد، اكو جماعه دربونا ليغاد مثلا سفروهم، اي شيء سفروهم. احنا بعد قلنا هاي شغلتنا بعد تمام، حتى ما بعنا لا بيتنا ولا غراضنا ولا كل شيء، اجوا علينا بالليل. فاحنا اخذنا من عندهم فرصه، نحن ما راح ننزل، بيتنا موجود غراضنا هسه بالليل وين تاخذونه؟ اي شيء مثلا اخويا كان مثلا بعده بالمحل، عندي محل مال فيتريه هناك كنت اشتغل انا واخويا بيه، فبقى المحل وغراضنا وبيتنا كله بقى، اجوا لفونا واخذونا بسياراتهم كلها راحت، كل شيء معه، احنا كل شيء ما جبنا، حتى بطانيه ردنا نجيب ويانا ذبه بالحوش. شيء على هندومنا هيك طرق، اكو حتى اخويا الاخ صغير بالبيجامه مالته. اخذونا بالسيارات، جابوا سيارات مال امن بيكامات وسيارات واخذونا. احنا تقريبا انا وامي كان عندها 8 جهال كان عندها، انا الكبير مالهم واختي الكبيره متزوجه، وكنا فد مكان كنا فد بيت. قفلوا الباب سووا هذا بلوك سووه يلا طلعوا. والدي عنده جنسيه مال زمان العثماني يعني مال 34، وعنده دفتر خدمه مال ذاك الزمان كان انجليز عصر مستحل العراق، حتى عنده صور يعني كان قناطير من هذا القصار لابسين مال العسكريين قديمين. وسنه 47 كان عنده جنسيه مال ملكيه، وسنه زمان عبد الكريم قاسم عنده جنسيه مال 57، والدفتر خدمه وكل هذا شوفناهم سفرونا. انا كان عمري 18 سنه طلبونا للعسكريه، يوم سنه 76 لبسنا عسكريه،
من ال4 سنين وذبوني بحج عمرانين هناك خدمت 4 سنين خدمت 7/1/80 سرحت والدفتر خدمه سرحت بيه هم ذاكم اخذوه من عندنا وسحبوهن. ذول البعثيين مثلا كان يقول لي تعال كردي ايراني هيك يصيحني. قد واحد بعثي كلش قوي كان مطردين من قصر الجمهوري ناقلين هناك لانه اشياء مو زينه مسوي فساد مسوي ناقلي للشمال. ورا مدة ورا 2 3 رجع للقصر الجمهوري. حزبيته كانت قويه كان ما يعترف يجي عقيد يمنا ما يروح ياخذ له تحيه هيك يعني يخافون منه. حزبيته كيف قويه كان يعاملني تعال كريدي تعال يعني على مود هذا بعد ضجت يعني من هذا كريدي 4 سنين خادم لهم يصيحوا لي كريدي شنو يعني قدام الجنود كلهم صدقاني 4 سنين سوى نخدم فهذا مو زين لنا يعني. ما نسى أبو أمير رد فعل بعض الجيران بيوم تهجيرهم، كلماتهم المؤلمة ما غادرت إذ نألت. والله جيرانا كانوا قديمين يمنا موجودين قالوا خلنا نخلص من ذول الكراد المقطمين. حتى يشفت واحدة عجوزة عربية كانت هناك قال خلنا نخلص منهم واحنا ما عندنا أذية عليهم كانوا. ولي بعد أغلوا غراضنا وقفلوا الباب مالنا وطلعونا قبل المركز الشرطة حتى ما لحقنا ناخذ أشياءنا. أنا كان عندي هاي الطفلة بنتي عمرها 6 أشهر ويا أمها ويا أمي وأبويا وخواتي كلهم أخذونا المركز بالتاوين. بعدين هناك تحققوا وياي قالوا لي هذا الموضوع اللي قلت لك عليه فأنا ما رفضت. فأنا وأخويا من كان عمره 18 سنة ل 28 سنة كان يحزوهم بالأمن. فذولاك أخذوهم الجراج رقم 4 مال أمان أكو يم النفوس هناك ومن هناك قبل أخذوهم سفروهم. وأنا وأخويا بقينا بالأمن العامة. بارك الساعدون قبل كان سووا أمن العامة فبنص الليل أخذونا هناك خلونا 10 أيام 15 يوم هيجي. بعدين أنا قد خفت أنا حتى جماعكم كانوا هناك مسجونين قال لا تخاف هسه يكملوكم بعد 40-50 نفر تيجي سيارات ياخذوكم للحدود ويسفروكم ما طول ما عندك شيء على ايش خايف هيك. فأنا حتى العسكرية مكملتها 4 سنين كملت خدمة من 76 لل 80. تفاصيل صعبة ومؤلمة تذكرها أم أمير عن رحلة المسير بعد تركها على الحدود هي وعائلتها. 7 ساعات من المشي ما بين الأدغال والألغام. الموت كان يحيط بهم من كل جانب وكاد أن يخطف بنتها الرضيعة دنيا. أنا بس أشوف الشباب هناك يباعون بس أنقهر قلت هذا هم بعد ما يجي هذا بعد أخذه. صاحوا أخويا أنا هناك بعد بالزايد صرت عصبية. قلت له أنتوا شنو أخذتوا زوجة أخذتوا حماية بس إحنا وهذا الشايب بقينا. أو عمي كان عنده 3-4 جهال صغار أخويا كان عنده 4 جهال صغار وأنا هم بنتي صغيرة. قلت له بعد منو وقتوا تأثرونا مثل شلون يزيد سوى بزينب بالحسين عليه السلام هيك قتلوهم واحنا هيك تأثرونا. ردود الشرطي صار عصبي ضربني على ظهري قال هسه المسدس افرغه براسك براس بنتك. هاي بنتي كانت صغيره بحضني تقريبا 6 و7 اشهر كانت عمرها. قال لي مو كبيره صغيره كانت. فقال خب اخويا صار عصبي عليهم قال بابا انتوا اخذتوا رجلها وتصيحوني الي واخذتوا حماها وسفرتوها اخذتوا بيتها بعد هاي ما تريد تصير عصبيه عليكم. قال قتلوني الي يا اخويا بدال اختي. قال بس روحوا. من اني حكيت اني هوايه انقهرت يعني هذا اخويا ما ياخذوه 4 جهال صغار عنده من يعيشنا رجال كبير ويانا عمي 80 سنه عمره مو صغير الله يرحم امواتكم. جابونا للحدود قصر الشيرين دبونا بالحدود قالوا ذاك ايران امشوا. هاي نمشي تقريبا 6 ساعات 7 ساعات احنا مشينا. يعني رجلينا كان كله عقل يطب برجلينا كل الدم برجلينا. يعني خطيه عمي رجال كبير ما ادري الزم ايد عمي ما ادري الزم ايد بنتي ما ادري اخويا كان عنده اطفال صغار 4 عنده ما ادري عمتي. يعني هوايه تأدينا بالطريق. منا رجال ماكو يانا ومنا هاي تبكي على ابوها ما ادري اسكت بعمتي
عمي رجال كبير فدور واقع اصل عينه ما يشوف، تك عينه ما كان يشوف الا قليل، كان نجرجر بياه احنا. اجرجر بعمي، جاء اخويا الجرى هذا، عمتي شوي رجليها كانت الله يرحمها رجليها توجعها، فنجرجر بالجهال. خليتها هاي فد بكان زرع ما زرع ما ادري شنو عضتها ما ادري، بعد هاي ايديها هيجي صارت، هاي تبكي على ابوها النهار كله تبكي، اريد بابا اريد بابا اريد بابا اريد. عمتي خطيه بعد هاي كانت تنقر تبكيها. فجابوا بالحدود جينا القصر الشيرين. بقصر الشيرين رحت هناك يم الدكاتره، حكيت فد واحد كردي جاي، كان جاي دكتور كردي ترجم لي، قال لي ايش بيها بنت؟ قلت له والله ما ادري شنو ايديها هيجي ما تقدر وتبكي على ابوها. فاخذ الدكتور قال امشي نروح قصر الشيرين اخذكم. انا مسربل بالزهوق المستشفى بقصر الشيرين. قلت له انا ما اجيب وحدي، اذا اخويا تخلون يجي وياي انا اجي وياكم، اذا ما تخلون اخويا يجي وياي انا ما اروح. يعني انا ما اندل وما اعرف، وبعدني هم شابه كنت. قلت له علي اخويا ترى هيك كانوا يردون ياخذون القصر الشيرين وانا ما اقدر اروح، وانا هاي البنيه شلون لا اعرف. قال لا ما خليك يما، انا وياك، ما يجي رجلك اسلمك بيد رجلك. فاخويا جا قال حكى وياهم، قال خلي اختي بنت اختي تموت هنا، انا ما اخلي اختي تروح، اذا تخلوني انا اروح وياها للدكتور واجي وياكم. كلنا نروح بعدين بالقوه قبلوا. الدكتور حكى كردي قال هذول كراد ما يقبلون الا ان اخوها وياها. فاخويا جا القصر الشيرين، اخذناها الاشعه المستشفى مال القصر الشيرين، جابونا. دول إيرانيين لازم نسفرهم. هاي الجملة بعدها ترن بإذن أبو أمير. أصعب إحساس لما يتم تقييم وطنيتك من قبل أشخاص قتلوا مجرمين وما يعرفون أصلاً شنو معنى الوطن. قال دول إيرانيين لازم نسفرهم بعد، يعني ما خليهم يشربون مية هنا. فأنا ما عندنا كل شيء أذية عليهم، كنا حتى خدمنا واشتغلنا. حتى أنا كنت بالمعسكر قالوا لي ليش ما تصير بعثي؟ هذا سؤال سألوني. من كان يصير اجتماع كل المعسكر يجتمع، أنا ما كنت أجتمع. قال ليش ما تجتمع ويانا تصير بعثي؟ قلت لهم انتم لحد الآن ما تعترفون بينا تعطونا شهادة جنسية. شهادة جنسية من ما عندنا، أنا شو ما اعطيتوني شهادة جنسية ذاك الوقت أتنظم. ثاني شيء صدام قال الجندي الجيد كالحزب الجيد، هذا الشعار مال صدام كان. فأنا جندي جيد وخادمكم ودا أشتغل لكم سياراتكم كلها دا أصلحن. فسكت هذا الضابط مال العقيدة السياسية يعني مالتهم مال الحزب. تفاصيل صعبة عاشتها أم أمير وهي ما تعرف شنو مصير زوجها وشنو اللي جرى به هو وأخوه بالعراق، وتذكر أيضا حال والدة زوجها كيف كان بهاي الفترة الصعبة. جابونا 11 يوم بقينا بالمخيم، جينا وين البروجر قصر الشيرين، بعدين جابونا بروجر تقريبا بقينا كم يوم هناك. عمتي يومية تروح تدور بالشوادر بهذا تبكي على ولدها.
نهار كله تبكي على ولدها، تعدد على ولدها. ذاك الليلة ما طلعت عمتي، ليلية تطلع، ذاك الليلة ما طلعت. فبقت عمتي الصبح جوي عمتي راحت ما ادري وين، انا بدي اروح تكرم هناك، كان اكو ساقي نغسل حضاين بيه، وين اروح اخذها؟ هاي صغيره كانت، حتى هدوم ما يعني بدي اروح على غرفتي، اروح هذا ما قلت تصير، بدي اروح على غرفتي اخذ غراضي شوي. عمتي قالت لي روحي بس شويه من الذهب جيبي مالاتك ذهب بتش جيبي، بس حجه الحضاين انت تقدرين تصعدين فوق. ما خلوني، اجى الامن اخذ المفتاح، خلى قفله وفشي خلى بالمفتاح. بعد هيك ما شفت، واخوي ام هيجي، عمتي ام هيجي، يعني كل البيت سوا بولم بالامن جوي بولوك سوا. بعد ما عندي هيك هدوم، والله جينا انه بروج الاردقات جابوا لنا صوبات، جابوا لنا اكل، جابوا هدوم البتي، حضاين البتي، جابوا لنا ملابس إلنا. بقينا بتشا يعني جوا المخيم تقريبا 11 يوم، ما ادري 10 ايام هيك بقينا على ما جاء ابن خالهم جاء كفلنا. جتي عمتي قالت ليلى، قلت لها لا عمه، قالت والله شفت فؤاد وعماد شفتهم تعاي. انا ما صدقت، من جيت شفته، اي والله شفته هو وشفت اخوه، ففرحنا. بنتي خطيه سوت، بعدين جينا هنا اخذوها هم ابن خالهم، ابن خال عمتي، اخذناها كان مستشفى يسموه هزار يعني 1000 اسكملي عنده، مستشفى امام خميني يسموه. اخذناها سووها عمليه سووا الجراحيه، سووا ايديها، يشبه ايديها ما ادري شنو عضتها، هاي ما ادري شنو عضتها، هيك سووا لها عمليه والحمد لله عمليه مالتها نجحت بفضل الله واهل البيت، صارت زينه الحمد لله. بعد كنت اخاف ايش قد نذر امها الله يرحمها، ما تدري ايش صار بها امها، كل مره اتذكرها اقول لها امك ما تدري انا كنت ويا امك كانت شو تسوي، تبكي نهار كله تعدد على ولدها. من الجويه حتى دزتهم للتحليل، قال اخاف مسمميهم، اخاف هذا مسوين بيهم، والله الحمد لله طلع ما بيهم شيء. كنت حاسه ما يرجعون، وهاي بعد تبكي عمتي تبكي كلها على هاي، تقول هاي شلون بدون اب تكبر، هاي تبكي نهار كله تبكي على ابوها، بابا 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 وينك، بابا وينك. أبو أمير وشقيقة بعد فترة من سجنهم تم تهجيرهم. بخصوص هالشي حس أبو أمير أنه هو كان محظوظ، يعني بالفترة اللاحقة تم إعدام وقتل أغلب المعتقلين من الكرد الفيليين. مشينا تقريبا 10 كيلومترات، ذبونا قال هذا شارع اخذه وروحوا قبل توصلون ايران. على واي يعني كان نفكر يابي يسافرون، ولا احنا خايفين لا يعدمونا، اكو جماعه هوايه يعدموهم ورانا. احنا زين عندنا شانس اول التسفير سفرونا. الجماعه مثلا ابن عمي بسنه ال 82 سفر، خطيه عمي بس الوالد عده قتلوه حجزوه مات. يعني سفروا عمي عمره بال90 سنه اكثر، هنا سفروا بالاردقاء بالمخيم، خطيه حتى من القاهره توفى. اي على ابنه بس الولد عده، كيف ذولاك قالوا لا تقولوا ان عندنا عام، لان انا رجال شايب ما اقدر اجي بالطريق اموت، لا تخبرنا مثلا تقول يابا انا عندي عام فلان مكان. حتى ابو زوجتي هم بقى هناك نفس البيت، هو وعمي اثنيناتهم فد بيت قاعدين، ذولاك بقوا. فذاك ابن عمي دزوا العسكريه، ما راد يتحارب ويا ايران، راح على هذا المين هذا رجله نص انقطم وسجنوا عائلته. بعد من شافوا هذا رجله مقطوم حتى ما سفروا ذلك، يعني العائله مال زوجتي، يعني امه وابوه وخواته بقوا سنه بالسجن. بعدين شافوا هذا معلول صاير، فقالوا ما يوجهنا يروح لان سفر هذا هيك معلول، فما سفروهم بقوا هناك. كان أبو أمير بعد وصوله للجمهورية الإسلامية ودخوله بأحد المخيمات يبحث عن عائلته، عينه على كل سيارة تدخل المخيم بالليل وبالنهار بلكي يشوف أهله. اليوم الوحيد اللي غاب بيه عن مراقبة السيارات كان هو اليوم اللي يجوي بيه أمه وزوجته. ورا 15 يوم كنا يوميا بالليل عندنا هذا اللايت، نروح نباوع السيارات يطبون بالاردقاء بالليل بالمخيم، يطبون نباوع اهلنا ماكو، شفناهم ماكو. لما فد يوم اجى فد واحد من طهران كان يعرف اقربائنا من قديم،
قلت له يابا تعرف بيت فلان فلان مثلا ابو صلاح بيت؟ قال ايه اعرفهم. قلت لهم روح قولوا لهم يابا ابو امير فؤاد هنايا وجال فلان فلان هنايا. فورا كم يوم اجى علينا ابن خال امي تكفلنا من دا يتكفلنا كان عصريه. فخلص الدوام بقينا هناك نايمين، نام يمنا خطي الرجال نام يمنا. ثاني يوم الصبح بعد ذاك الليله ما رحت ادور بالقلوبات باللايتات لانه عائلتي جايين لو ما جايين. قلنا بعد هذا راح يطلعنا ونروح ندور عليهم. وثاني يوم الصبح قمت اشوف هاي امي هنايا واشوف هاي زوجتي هنايا، حتى وجههم كان متغير لانه الجو عندنا تغير عندنا. فطقنا صور لكلنا عائلتنا وكلنا كفلنا وجينا لطهران. بعد 27 سنة من الفراق التقت أمير بعائلتها. 27 سنة خلتها ما تتعرف على أخوها اللي كان على بعد خطوات منها. ما شفت حتى أهلي 27 سنة. يلا شفت أهلي أخويا الصغير إجا ورايا بترمينال جنوب هنا خزانة يسموها هنا ترمينال. أنا أخويا قاعد هيجي ما أعرف أخويا الصغير هو وجوارينا. على ما جوارينا صاح فؤاد هيجي انتفيت شفت هذا جوارينا. بعدين شفت أخويا الصغير. بعدين شفت هالقد بكينا وهالقد الناس كلها التموا علي. هو وابنه كانوا جايين علي جايين. أمي دازتهم قال روحوا شوفوا أختكم عايشة ميتة. ما أقدر أخابر ما أقدر. بمدينة الصدر قاعدين داير مدايرهم بالآخرة ما أقدر. كانوا يما لا تخابرين إحنا نخاف. 1.5 سنة بالسجن أهلي كانوا ورايا 1.5 سنة. احنا سفرنا ذولاك ما سفروا. قلت ليش؟ قالوا يابا سفرونا وياهم. ما سفروهم. شون اخويا راح فوق هذا انقص رجله. هو يعني قال انا راح اتحارب ويا من اتحارب. ما حد ما يعترف بينا احنا ايرانيين. احنا هي وين ما نروح اكرات. فهو عمدة راح على شو يسموها اللغم راح انقطم رجله. فصدام على مدها طلع شافوا ضيم الدنيا. ابويا يعني اخر شيء سمع صوته بالتليفون كنت اخابر على بيت خاله اهلي يجون هناك. قال لي يما اني نعميت من وراك. يما نعميت من وراكم اني واختي واخويا سفرنا 3. يما اني عيني نعمه. يما اني صرت اطرش. يما هيك ضيم الدنيا. اني حالي الضيم. ومطوقين بيت اهلي يعني أمن العامة مطوقيهم كانوا. ما لا أنا أقدر أخابر ولا أقدر أروح عليهم إلا سنة مرة لو أخابر بيت خالهم يروح على أهلي يابا تعال. بكيت عليهم قلت له يابا ما قدرت أنا أجي أشوفك ولا أنا قلبي يمك. 3 أشهر أنا أبكي بالحوش ما أخلي جهالي يحسوا. 3 أشهر أنا أبكي. صوت أبويا بذاني كان ينعي بالتليفون ويحكي وياي. صوته 3 أشهر أنا بداني. أنا 3 أشهر أبكي بالحوش فوق الدولة. قلت جالي ما أريد اسم يعدد. يما أنا شو وقت أشوف أخاف أموت وما أشوفك يما. بنيتي أخاف ما أشوفك. أخويا الكبير هم كان هواية متعلق بأمي وأبويا. هنا توفى ذاك أصلا لا شاف أمي لا شاف أبويا. كل أحد ما شاف. كان بتجيبها راح تجيبها هنا. صدام انضرب شيميائي أخويا هنا. فانضربت كيميائي انضرب كبده وقع من الشغل. 7 سنين لا يقدر يشرب ماء لا يقدر هيك يعني. وذاك يعني اللحظة المات قال يما يابا حللوني. يما يوم يقول يما حلليني ويا نفسه كان يحكي. أنا قريبة أسبوع مرتين كنت أمر عليه. إذا ما مر عليه ذاك أمي وأخويا وأبويا كل شيء كان إلي. صديقي كان أخويا الكبير. ضيم هنا كان نزل كان ما عنده مريض 7 سنين مريض ما يقدر يشرب ماء ما يقدر هيك يسوي. جهاله صغار حالة ضيم كان أخويا الكبير. عمي الكبير السفر ورانا. ابن صدام أخذه 16 سنة قتلوه حتى الجنازة ما شافه. عمي هنا توفى ومرت عمي خطية بعد صارت انفجار بعينها وبهذا ماتت بالعراق ديجة. صارت انفجار ضغطها صعد. أول مرة من سقوط صدام راحت قالت ابني موجود.
راحوا دوروا عليه ماكو، قالوا خطية رأسا توفت بالنجف ميتة. رحت على قبر كلهم، يعني بس بنات 2 ولد واحد 16 سنة. صدام أخذها قتله، جنازة ما شافوا. بعد عام 2003 عاد أبو أمير البغداد، وأول مكان توجه له هو بيته القديم اللي كانت تزينه شجرة النبق المرتفعة. لما وصل للمكان لقى شجرة النبق فقط البيت، فتحول إلى جراج للسيارات. اول راحه رحت عبالك صرت ماي من شفت قصه من هذا الدعاء مال الكربلائي، باسم كربلائي كان يقول تزورونه وما شنو. كنت اسمع هذا، كنت يعني الدمعه مالتي تنزل، يعني كل ما ازور والتفت ورايا وايد كنت يعني تاثر باحساساتي. بيتنا صار عينا مثلا جراج مال سيارات. البيوت هناك كلها شيف عتيقه يم الخلاني، قريب الخلاني صار جراج مال سيارات. حتى بس النبقه مالتنا موجوده. ذاك اليوم رحت باوعت النبقه وجموعي نزلت بس اباوع المكان. من كنت جاي اصعد فوق هاي الشجره، كنا اني واخواني هنا بالحوش مالنا واللي كله خربان، بس باقي جراج مال سيارات صاير. بيتي هدموه، كل البيوت هناك شيف قديميه هدموه، صاير جراج يم السنك قباله منه صار ورا الخلاني. رحت طبعا البغداد، شفت اقربائي وهذا خوالي وخالاتي، واختي هم كانت عايشه هناك، لان اختي اول السقوط رجعت هيك رجعت، ظليت ببيتها واخذتني رحنا زرنا، وخوالي ياخذوني زوروني وخالاتي واقربائي كانوا زرنا وجينا، بقينا 10 15 يوم ورجعنا. رحنا حتى من يعني ذاك الوقت كان جواز ماكو، يعني من طرف المجلس سوالنا اوراق ورحنا شلون يعني بورقه واحد كم سياره رحنا، يعني كل اتوبوس 40 نفر قد ورقه باسامينا ونروح، ورا اسبوع نرجع. هذا نفس اخو زوجتي كان يشتغل بالشورجه، قال لي اقول لا اخو زوجتي لا، قال لي ذاك هو اسمه عباس ذاك هو. روح اقول له ابو عمار شلونك؟ رحت سلمت عليه، شلونك ابو عمار؟ قال لي تفضل اخي اي شيء تريد. كان يبيع بسكويت بالجمله. انا شويه داهرته، يعني قلت له شنو ما تعرفني؟ قال انت منو؟ خال علي. قلت له لا شلون ما تعرفني، يعني دزوني اشتري بسكت منك. قال يا اخي ما عندي، حكى شويه تنق علي. بعدين اجى ذاك اخو زوجتي الله، قال له ما عرفته هذا فؤاد نسيبنا ابن عمنا هيك. بعدين تباوس وياي ومكانات اكو رحت هوايه ما عرفوني، نفس خالي رحت للمحل مال فيتريا سلمت عليه، قلت له ابو ثاير هاي السياره بيش تبيعها ما ادري شنو؟ قال لي والله تعال ثار شوف هاي السيارات هيك. بعدين انا ضحكت، قال لها شنو ما عرفته فؤاد ابن اختك هيك. بعدين قال والله يظل يتبوس فياي ونقارق، حتى طلعت دموعه. انا طبعا طلعت دموعي، يعني بعد 25 سنه ما كنا مشاوفين واحد ويا الاخر. كنا بيت خالي كاظم، كان مثلا بيت اهله يروحون واحنا نخابرهم بالتليفون. ذاك الوقت كان نشتري رصيد بالتليفون ونخابرهم نسال عليهم هذا هيك اشياء. قبل السقوط؟ اي قبل السقوط، يعني هاي كل 6 اشهر مره، كل 4 5 اشهر هاي تشتاق تخابر امها ابوها، يصيحوا يابا تعال بيتنا راح اليوم يخابروكم، فنخابرهم كنا بالتليفون. ذاك الوقت كان تليفون ارضي موجود، فالموبايلات ما كانت موجوده عندهم. اول شيء رحت ببدره، منطقه عندنا بدره، هناك قعدت 2 يوم 3 بيت خالاتي هناك. اختي الصغيره هناك متزوجه بدره، بقيت 2 يوم 3. مريت على اخوي، اخذ هذا الاخوي الصغير اول مره اجى، قلت ما شفته يعني بالهذا. ذاك اجى ورايا اخذني البدره، بقيت 2 يوم ببدره. بعدين رحت لبغداد، شفت امي هناك، ابويا ما كان موجود، امي موجوده كانت، واخوتي اخويا موجود، وجاء اخويا رحت يابهم، بقيت تقريبا 20 يوم. بعدين رحت على قبر ابويا للنجف، رحت للزياره، رحت وللاقرباء بنات عمي رحت. تشكو أم أمير تجاهل الحكومة العراقية للكرد الفيليين، سواء المتواجدين بإيران أو حتى المتواجدين بالعراق. أبسط مثال على هذا التجاهل شقيقتها اللي عانت من التهجير القسري بالسابق، وحالياً هي تبيع شاي بأحد الدوائر الحكومية حتى تصرف على نفسها.
اي والله عندي عتب على العراقيين هواي، على الحكومه العراقيه. احنا اللي سفرنا مو بالاخره عندنا بيت، كان عندنا ذهب، كان عندنا اغراض، عمي كان يشتغل يم واحد ابو الذهب، حالتنا هواي احسن من هنا كانت، ولا هيك ما حصلنا وهيك ما سوالنا. هسه مثل اختي هسه ايش قد تقريبا 70 سنه تقدر تشتغل؟ ما تقدر، اعظامها كلها بالمحكمه، محكمه مال بدر تشتغل، لو تشوفوها هناك اختي تشتغل تبيع شاي، مرة كبيرة تبيع. أنا محالي ما يساعد أنطيها، بدها محالتها ما تساعد، يعني يساعدوها. الحكومة غير يقص لها فشي، يقص لها هاي. بيتها راح الله يشاهد، يعني تقريبا 600 متر بيتها، طلعت بطرق لها عباية مثلنا. بالليل ديشة طلعوها سفروها على إيلام، ما إيلام، على زرباطية وإيلام سفروها. مرة كبيرة ما تقدر تشتغل، تبيع شاي ببطن المحكمة. والله راجعنا ما انطاني قاعد يقول يابا 15 مكان اكو انتخب. انا وين اعرف انا وين انتخب؟ انا وين عايش هناك حتى انتخب؟ قلت له لابن عمي شوف يا مكان يعجبك انتخبه. قال لازم تعطي مليون حتى يعطوك سند يسوون باسمك، هو يسوى مليون ما ادري يعني. فعفته قلت له يابا شوف لا يصرف اجي، ما يتصرف بعد ما خابرنا. مثلا الشهداء قلت لك امي وابويا حسبوهم شهداء، بعد ما صار لنا 9 سنين قدمنا العام طلع اسمنا، بعد ما لزمنا محامي، وحتى اول مره لزمنا محامي اكل فلوسنا وحسن راح الدفتر ماله كله المكان راح. بعدين فد واحد عرف عندنا قرايب نسيب اختي، اخو نسيب اختي، فعرفنا على واحد ورحنا ورا. مره مرتين انا رحت العراق على مدى يم الحاكم، قالوا لي يابا اخوك منو؟ قلت له اخوي هذا اخته وهيك كله، انطيتهم اساميهم فسجلن وطلع اسمنا العام ورا محرم طلع اسمنا، والراتب مالنا قام يعطونا يعني. ولي الرواتب مال 82 بعد ما منطينا يا كل شهيد له 82 مليون، بعد ذاك ما منطينا. قال هسه فعلا بعدين عايش وقت ما ندري. اي والله مظلومين، ليش ما مظلومين؟ هسه مثلا بنت اختي هناك شو يسموها بيز بنت اختي، يعني الا بالاربعينيه يلا تشوف امها. اختي بسقط صدام رجعت، هم هيك مثلي سفروها هيك ببدره ديك اختي قاعده، هم سفروها اختي هيك لا حقوق اعطوها ولا شيء اعطوها اختي. بنت اختي هسه بيز يعني بالاربعينيه، هاي 3 سنين دابه كانت، هالسنه يا طلعت اسمها راحت بالكارت. ابن اختي وبنت اختي راحت شافت امها، ما عندها الا بالاربعينيه هالجواز يعطوها تقدر تروح تبقى الشهر وتجي. هسه هناك بهيج حقوق منطوها تشتغل بالهايه دائره حكوميه تبيع شاي ببدره. ما ادري الحكومه العراقيه لازم تسوي لهم حل، مثل بنت اختي لازم تروح تشوف امها غير بالسنه مره حد اقل، وانا ما اقول سنه مرتين 3، حد اقل سنه مره تشوف امها مريضه، وابنها لازم هم يروح يشوف ابن امه. هذول لازم يسووا لهم حل. واحنا هيك والله الله شاهد سفرنا يعني بهيك ذهب مالتها، ذهب مالتي، ذهب عمتي، غراض عمتي، غراض اخويا، كل هذا عفناه، ولا هسه هيك منطونا. قالوا قاع طاع لكم هيك منطونا، ولحد الان القاع ما مستلمين. هوايه اصلا بعدهم جناسي ما عندهم، كل شيء ما عندهم. اذا ما عندهم ما يروح العراق ما يقدم ما يقدر يحصل شيء. هيك العراق ما يقدر هيك واحد يروح. هسه ذاك اليوم قرايبنا بالقوه راحت شافت امها بالورقه، راحت بيتهم بيز. لا يجون مثلا كل زين يحلون مشاكلهم، مشاكل اي واحد عنده مشكله يحلوه مشكلته زين. العراقيين كل زينين وكلش محترمين ويقدرون. هسه الكراد الفيليه قبل زمان صدام ما كان لهم حساب اصلا الكراد الفيليه، هسه الحمد لله والشكر صار يقدمون عندهم اكراد بالبرلمان هذا شو يسموه بالبرلمان عندهم مكان وعندهم حكي وهذا تقدير عندهم، مو مثل قبل. انا رحت العام سجلت على القاع، قلت له ماني قبل كم مده كنت مسجل وهذا الوصل عندي. قال هذا الوصل صار عتيق، بعد فلوس ما عندنا ولي ننطيك وصله قاع. قلت له ما يخام اي شيء تعطونا من نعم الله، مكان بيتنا هذا الراحه خلينا تعطونا قاع. فطلع اسمي انا الورقه ذاك الطونياك خليتها بيده بنت عمي،
قلت له يابا راجع الى هذا طالع لي قاع خبرنا. قال انا اروح ورا، فالى مكان زين اخابرك. جرح الأحلام جروحي يا روحي الموطني روحي وغسل همومك بمية. العراق بدمي وبروحي وجرح الأحلام جروحي يا روحي الموطني روحي وغسل همومك بمية. كذا وجنسيتي واوراقي لكن جذري ظل باقي. كذا وجنسيتي واوراقي لكن جذري ظل باقي. عراقي وابقى لعراقي وقطر وفوح النية. واذا عندي ذنب ذنبي واذا عندي ذنب ذنبي أهلك راد فيليا أهلك راد فيليا. طبعا نشتاق للعراق، يعني هسه كل ما اروح ابل قلبي ينفتح من اروح. كل ما اروح هسه النفس مالي ينفتح اكثر. شوف ولادتنا هناك، دائما اروح بذاك المكان اللي جاي بالدنيا افتار اباوع المكانات اللي كنت انا جاي العب بيها اشوفها دائما. اقربائنا هناك، خوالي هناك، خالاتي هناك، ابن عمي مثلا ولا كلهم هناك موجودين. ولد عمي 2 هناك عندي. كنت كل ما نروح مثلا نشتاق لهم. ليش ما مشتاقة؟ لحد الآن مشتاقة. أنا ولادتي بدرة، من أروح البدرة عبالك أروح للجنة وأروح للزيارات. أبقى مثلا أسبوع أسبوعين ببيت أختي ومن هناك أروح على أخويا بغداد جميلة قاعد، فأروح على قبور. أروح أخويا ياخذني، أخويا هناك المعوق ياخذني للزيارة، ياخذني على قبر أمي وأبويا، ياخذني على القرايب. ليش ما مشتاقة؟ هواية مشتاقة. أكو واحد ما يشتاق الوطن؟ الوطن ما ينسي. من يطلع طوبة يعني أقول يا رب العراقيين يفزعون. يعني هالقد ما أشتاق العراق وللعراقيين. ووالدتي راحت، شلون اقول لك، مثلا والدتي اكو فد وحده مثلا قوم جمعت نسوان تقريبا قد 18 نفر. قال احنا ناخذكم من الشمال من اربيل على كردستان تروحين تشوفين اهلك. وهي مخوافه. اول ما راحت كمشوها خطيه، كمشوهم كلهم طبعا. كمشوهم بعد خالي كان عنده واسطه هناك، كان خالي اسمه جواد ياباني يصلح سيارات مال العسكريين مال الجبهه، معروف بكل مكان. راح قال هاي اختي وشلون هذا، قال له خذها زوره وخليها تسبح وخذها للحدود خليها تروح. فرجعت من الخوف لزمت ابو صفار ورا بشهر خطيه توفت. مو يعني كلهم توفوا من الخوف. بعد ما ادري اكو بيهم ورا صار سنه توفوا واكو بيهم ورا 5 سنين. واليوم ماكو ورا بشهرين 3 توفت. لزمت صفار ابو صفار وضربها بكلياته بعد راحت انتهت. والدي يوم ورا 6 سنين بقى بوحده واحنا نداريه وهو متوفى. اثنيناتهم هنا مدفونين بايران. هناك ابويا كان يشتغل بشارع كفاح، دائما يقعد هناك ويا جماعته وصدقانه. كان يجي هنا يشوف ماكو واحد نوبات يقعد بالحدائق. يعني بعد من اجى ايران ما يشتغل، رجال كبير يقعد بالحديقه هو يجي هنا. ووالدتي كل خوانه 5 خوان عندها 6 خوان، كان عندها حسره تشوفهم. قلت لك على مدايه راحت قشق راحت وانكمشت. يعني كان بس تحب امها واخوانها، تلتقي بخواتها، هيك كانت تحبهم. نوبات انا حتى بالشقه احكي على خوالي تتعارك وياي كانت. العراقيين اهل الغيره، اهل الكرم، اهل الضيف، كل شيء منهم زين. هوايه يعني مشتاقة لهم، هم للوطني وهم من اشوف عراقي عبالك اشوف اهلي. انا اجى واحد عراقي هنا أنا اخذته للدكتور، يعني هالقد اشتاقت لهم، يعني هم كانوا مشتاقين لي. يقول حجيتي منين جيتي؟
أخذتهم للدكتور، ترجمت لهم وهذا، وأخذتهم جبتهم لبيتنا هيجي. هالقد ما مشتاقة للعراق والعراقيين، عراقيين ماكو مثلهم.